علماء ومشايخ ووجهات، قادة سياسيين، مشايخ قبائل، شباب، أعضاء ورشاد، الكل يحضرنا والكل مشكور على حضوره. وإليكم موقف ورؤية اتحاد الرشاد اليمني عما صدر بالأمس من قرار رئاسي بتشكيل لجنة الإعداد والتحضير للحوار الوطني. أقول بسم الله الرحمن الرحيم: لقد قامت لجنة التواصل الرئاسية للحوار الوطني للاتصال والتواصل الرسمي مع الرشاد وغيره من الأحزاب التي أشهرت مؤخرا والتي لم توقع على المبادرة الخليجية. وجلس الجميع على طاولة مع نائب رئيس لجنة التواصل الرئاسية وأعضائها الدكتور ياسين سعيد نعمان، وخوطبت هذه الأحزاب ومنها حزب الرشاد خوطبت بخطاب رسمي من لجنة الاتصال الرئاسية. طلب منها أمران: الأول الموافقة والرفض على المشاركة في الحوار الوطني. ثانياً إبداء الرؤية لكل حزب عن رؤيته في تشكيل لجنة الإعداد والتحضير. فقدم كل حزب رؤيته، ومن ذلك حزب الرشاد، ووافق على الانخراط في الحوار الوطني من غير أيدي ولا شر، متمثلا
والشبابية والقبلية وكل فئات المجتمع اليمني مخاطبين بذلك. أولاً استكمال التواصل ببقية القوى السياسية والشبابية والاجتماعية التي لم يتم التواصل معها من قبل لأجل الانخراط في الحوار الوطني. ثانياً استكمال تشكيل لجنة الإعداد والتحضير من جميع الأحزاب السياسية ومن جميع القوى الاجتماعية والشبابية وبنسب عالية. ثالثاً تحديد الثوابت التي تحكم سقف الحوار والمرجعية التي تحسم الخلاف بين الطرفين عند الاختلاف ويتفق عليها من قبل جميع القوى التي ستشارك في الحوار الوطني قبل انطلاقه. رابعاً كل ما يصدر عن إعداد عن اللجنة التحضيرية من إعداد بعد استكمال تشكيلها يعد مشروعاً فقط يتم إقراره أو تعديله أو إلغاؤه بحسب ما يراه المؤتمر الوطني للحوار أثناء الإعداد. خامساً فتح موافق التواصل بلجنة الإعداد والتحضير بعد استكمال تشكيلها لكل أبناء الشعب اليمني للإسهام بالأفكار والرؤى المقترحة مما يرى ذلك. سادساً أن تتم عملية الإعداد والتحضير بالشبابية الكاملة وبالتغطية الإعلامية الشاملة لكافة أنشطتها وأعمالها ليكون الشعب اليمني مطلعاً على كل مراحل الإعداد والتحضير ومقالاته. وبالأخير فإن بعض القوى السياسية من الأحزاب السياسية وغيرها تواصلت مع الرشاد لعقد مؤتمر وطني يضم كافة القوى السياسية والاجتماعية والشبابية المقصية من بعض الأطراف السياسية للتحقيق والإعداد للحوار الوطني. وإن هذا المقترح لعقد مؤتمر وطني موازي وطني لا يتهم الخارج ويمثل كافة أبناء الشعب بسبب العالم والمقارنة. وإن هذا المقترح من بعض القوى السياسية طرح على الهيئة العليا للرشاد والهيئة العليا للرشاد في طور دراسته وفي طور التواصل مع بقية الأطراف السياسية والعلمية والشبابية والاجتماعية للوصول فيه إلى الصورة المطلوبة. هذا هو موقف الرشاد. وأخيراً أريد من الجميع أن يكون صفاً واحداً لأجل حوار وطني يضم الجميع تحفظ فيه الثوابت وترعى فيه مصالح الأمة ويجسد فيه الاستقلال وتجسد فيه الشراكة السياسية والشراكة الوطنية لأبناء الشعب اليمني، ونرفض استبداد الفرد واستبداد الحزب واستبداد الكتل واستبداد النوم واستبداد الداخل واستبداد الخارج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده ربك يا شيخ، ده ربك. ايوه الحمد